يا صباح الجود مورنينج. الفترة اللي فاتت دي اليومين اللي فاتوا اتسألت على الجروب بتاع الصفحة اللي على الفيسبوك: يا دكتور انت طول النهار عمال تحذرنا من الزيوت النباتية اللي هي زيت النخيل والجبنة النباتي والسمن النباتي ومش عايز تقول لنا بدايل. فانا الفيديو ده عامله عشان خاطر اقول لك على البدائل الامنه وازاي نقدر نفرق ما بين الجبنه السليمه الصحيه وما بين الجبنه النباتي اللي هي معموله بين قوسين زيت نخيل. مبدئيا كده بس قبل ما ابدا الفيديو او ابدا الكلام، في يا جماعه جروب على الفيسبوك معمول باسمي. الجروب ده تبعي وانا اللي عامله احتياطي لربما الصفحه بتاعه الفيسبوك اللي هي الدكتور بسام انور تتسرق تاني. ساعتها نلاقي الجروب نرجع له ونعرف نتجمع من اول وجديد، فمحدش يقلق. الجروب ده عشان انتوا تكتبوا عليه استفساراتكم في بوستات منفصله وانا اجاوب عليها. ويا ريت لما تحطوا استفساراتكم حطوها بصوره عشان تبقى واضحه اكتر وهتبقى صوره معبره عن الموضوع اللي بتتكلموا عنه. وبرده الصفحه بتاعتي موجوده ودي دايما انا بنشر عليها كل المعلومات اللي بنتكلم فيها اول باول. ماشي، خلونا دلوقتي نتكلم يا دكتور ازاي نقدر نختار الجبنه او نفرق ما بين الجبنه الطبيعي اللي موجوده في السوق والجبنه النباتيه اللي هي معموله من زيت النخيل. والسؤال اللي اتسالته كتير: طب ما هو ممكن يا دكتور يقدموا لنا الجبنه النباتيه اللي معموله من زيت نخيل على انها جبنه طبيعي. طيب خلونا دلوقتي الاول نشرح ايه هو زيت النخيل عشان اللي ما سمعنيش واللي مش متابعني قبل كده او اللي اول مره يتابعني، وليه هو مشكله وليه انا بتكلم عنه كتير. زيت النخيل يا جماعه هو نوع من انواع الزيوت النباتيه، عشان كده بعض المنتجات بيتحايلوا او مش عايزين يذكروا اسم زيت النخيل عشان خاطر هو ليه سمعه سيئه فبيكتبوا زيت نباتي. زيت النباتي دي بقى كلمه واسعه اللي هو ممكن يكون زيت ذره، ممكن يكون زيت عباد. في الغالب هما بيحطوا زيت نخيل لانه ارخص انواع الزيوت. اشمعنى زيت النخيل اللي انا بتكلم عنه وليه هو اللي مضر؟ لان زيت النخيل يحتوي على نسبه عاليه من الدهون المشبعه. الدهون المشبعه دي هي السبب الرئيسي في امراض القلب والشرايين، تصلب الشرايين، ارتفاع الدهون الثلاثيه، ارتفاع الكوليسترول. كتير تلاقي من الشباب اللي عمرها 30 سنه و35 عندهم انسداد في الشرايين او ضيق في الشرايين، بيعملوا دعامات، بيعملوا عمليه قلب مفتوح. لسه حالا من شويه على الصفحه حد سالني: طبيعي يا دكتور طفله عندها 15 سنه يبقى عندها دهون عاليه؟ بالنسبه لطبيعه الاكل اللي احنا بناكله ده اللي هو مليان دهون مشبعه طبيعي وارد جدا تلاقي حاجه زي كده. وده اللي بتكلم فيه وده اللي بحاول اناهد فيه من زمان واقول لكم يا جماعه خلوا بالكم من الاكل اللي بتاكلوه. ليه برضو زيت النخيل؟ لان زيت النخيل تقريبا داخل في كل حاجه حوالينا، من اول الجبنه النباتي الدهن، السمنه النباتي الدهن اللي مكتوب عليها غير مهدرجه، اللي بيوهموك انها عشان هي غير مهدرجه يبقى صحيه فنروح نشتريها، يقول لك مكونات طبيعيه عشان خاطر هي معموله من زيت نخيل. طب ما زيت النخيل احنا عارفين ان هو مكون طبيعي بس مش صحي. فموضوع ان هو غير مهدرج اوكي ده شيء يحسبوا عليه، لان زمان كانوا بيعملوا السمنه النباتي او السمنه الصناعي من زيت المهدرجه ودي كانت كارثه لانها برضو نفس المشكله ما تقلش عن زيت النخيل اللي بيتعمل بيه حاليا، فاستبدلوا بالزيت المهدرج بزيت النخيل. زيت النخيل مش مهدرج ولكن هو غني بالدهون المشبعه منه فيه، يعني لا يقل خطوره عن الزيت المهدرج، ولكن في فرق ما بين الاثنين، ولكن في الاضرار الاثنين واحد. طيب بيدخل الزيت النخيل بيدخل في كتير من المكونات، وعملت بوستات كتير عنها بالصور، مكونات المنتجات بالصور عشان خاطر اللي مش عارف يعرف. هتلاقي سمنه صناعي مكونه اول عن اخر من زيت نخيل، زيت نخيل وطعم ولون وريحه. بيدخل كمان في البسكوت اللي بنجيبه من محلات، بيدخل في الحاجات القهوه سريعه التحضير اللي هي 2 في 1 و3 في 1، بيدخل في الشوكولاتات السايحه اللي بتتفرد، اي شوكولاته سايحه بيحطوا فيها زيت، وفي الغالب بيبقى زيت نخيل عشان خاطر هو ارخص انواع الزيوت. محلات الطعميه والبتنجان اللي الزيت اللي بيقلوا فيه هتلاقي جنبه جيركن كده لونه برتقالي او صفيحه لونها برتقالي مكتوب عليها زيت نخيل، ودي حاجه انا شفتها بعيني. بعض الناس وصفتها لي انه بيكبوا حاجه زي الصابون ولما بينزل في الطاسه بيتحول للون الشفاف، لان هو زي الصابون عشان خاطر هو بيتجمد في درجه حراره الغرفه العاديه عشان هو غني بالدهون المشبعه، فده سبب ان هو بيبقى نازل زي الصابون. طيب اللي عايز اقوله برضو عشان بس ما اخضش الناس، هو برضو بيدخل في تكوين البان الاطفال، ولكن انا مش مشكلتي في الكميات البسيطه اللي في البان الاطفال واللي في البسكوته واللي في القهوه سريعه التحضير اللي 3 في 1 وال2 في 1 والكلام ده.
الكميات دي يعتبر وزن نورمال، الكميات المحدوده المسموح بها الصحيه، اللي هي ممكن ناخد فوائده وما ناخدش اضراره. زيت النخيل ليه فوائد، طبعا زيت النخيل ليه فوائد، وهتلاقي بوستات كتيره على الفيسبوك بتتكلم عن فوائد زيت النخيل. بس الفوائد اللي موجوده في زيت النخيل على فكره ما هياش موجوده في زيت النخيل بس، موجوده في اي زيت في الدنيا، وزيوت صحيه اكتر من زيت النخيل ب100 مره. والمفروض ان هم زي ما هم بيقولوا فوائد زيت النخيل يقولوا اضراره، بس هم عشان خاطر يروجوا ويسوقوا زيت النخيل بيقولوا فوائده بس، وما بيجيبوش سيره خالص عن اضراره. ولكن فوائد زيت النخيل ليه فوائد، غني بفيتامينات وليه فوائد طبعا، بس موجوده في اي زيت تاني. فما حدش يوهمك ان زيت النخيل ده زيت من الجنه، لا هو مش زيت من الجنه، هو زيت سيء السمعه ويفضل عدم استخدامه. ومشكلتي مش في الكميات البسيطه اللي موجوده في البسكوته واللي موجوده في الاتنين في واحد دي كلها كميات قليله. المشكله ان زيت النخيل عشان هو بيدخل في حاجات بلط، حاجات كبيره زي سندوتشات الطعميه والبتنجان، بيطلعوا شاربين نص الطاسه زيت نخيل. بتفطر طعميه، بتتغدى سواء لحمه او الطبيخ بتاعك اللي معمول بتعمله بسمنه نباتي اللي هي زيت نخيل. شوف انت واخد كميه قد ايه، فطار وغدا زيت نخيل. بتروح تاكل اي حاجه حلوه من بره بقى، اللي هي الكريبات اللي معموله بالشوكولاته السايحه، كريبات اللي هي معموله بالفراخ المقليه في زيت نخيل. المطاعم كلها ما بتستخدمش غير زيت نخيل يا جماعه، عشان زيت النخيل زيت رخيص، ومحدش هيستخدم زيت غالي في مطعم عشان خاطر يجيب همه، عشان خاطر يكسب. فمحدش هيستخدم زيت عباد ولا زيت ذره ولا زيت زيتون طبعا اكيد في مطعم، كله هيقلب ارخص انواع الزيوت اللي هي زيت النخيل. فمجمل اليوم هتلاقي نفسك طبعا على علبه جبنه نباتي اكيد اكلتها في نص اليوم كده، حشيتها فضيتها في نص الرغيف. فمجمل اليوم هتلاقي نفسك مثلا بتاخد لك بتاع نص كوبايه زيت نخيل، بتنزل على قلبك وعلى شرايينك. يوم في التاني في التالت، سنه في التانيه، لو كملت السنه التانيه هتبدا تعاني من مشاكل ارتفاع نسب الدهون في الدم والكوليسترول، تبدا تعاني من تصلب الشرايين، انسداد، اعراض ضيق في النفس، جلطات لا قدر الله. الحاجات دي كلها طبعا هي في اسباب تانية ليها، بس زيت النخيل اللي منتشر قوي في كل حاجه اليومين دول من الاسباب الرئيسيه. طبعا زيت النخيل بيزود الوزن، عشان الناس اللي بتاكل جبنه يقول لك جبنه نباتي فهتبقى جبنه صحيه، لا دي جبنه معموله من زيت، فبالتالي هي هتزود وزنك مش هتنزل وزنك. الناس اللي عندها سكر، بسبب السكر ده بسبب ايه؟ بسبب كميه الدهون المشبعه اللي موجوده في زيت النخيل، اللي موجوده في الجبنه النباتي، اللي موجوده في السمنه. طيب ازاي يا دكتور نقدر نختار الجبنه الطبيعيه السليمه الصحيه عن الجبنه الصناعي اللي هي معموله اللي هو بيسموها النباتي الدهن، اللي هي معموله من زيت النخيل؟ بمنتهى البساطه انا مش هقول لك انواع ومش هقول لك اسامي شركات عشان الموضوع كبير وكل يوم تنزل حاجه جديده، ولكن اللي بسطني جدا ان شركات كبيره ومعروفه كانت بتعمل جبنه نباتي الدهن بدات تعمل خط انتاج تاني لجبن طبيعيه 100%. ازاي هنفرق ما بين الاثنين؟ الشركه هي اللي عامله نباتي الدهن كاتبه على علبه من بره نباتي الدهن، ولو قريت المكونات هتلاقي مكتوب في المكونات دهن نباتي او زيت نخيل، واضحه وصريحه ما فيهاش اي حاجه. الجبنه الطبيعي مكتوب على العلبه 100% لبن طبيعي او 100% جبن طبيعي، ولو قريت المكونات مش هتلاقي فيها نهائي لكلمه نباتي الدهن او منشأ او مصدر نباتي او زيت نخيل او زيت نباتي، مش هتلاقي فيها الكلمه دي، هتلاقي مكتوب لبن طبيعي 100% فقط لا غير. دي اكتر طريقه هتقدر تفرق ما بين الجبنه النباتي والجبنه الطبيعي. طبعا الجبنه الطبيعي بتبقى اغلى شويه، ولكن فرق فلوس اللي بتدفعه النهارده في ثمن علبه الجبنه هتدفعه بكره اضعاف وانت بتتعالج لا قدر الله لو انت بتستخدم الحاجات السيئه اللي هي الجبنه النباتي. السؤال الاهم اللي اتسالته كتير، يا دكتور طب ما هم ممكن يعملوا لنا جبنه طبيعي وهي جبنه نباتي وهي معموله من زيت، او ممكن يكتبوا على العلبه انها جبنه طبيعي 100% بس هي معموله من زيت نخيل وجبنه نباتي. يعني طبعا الكلام ده صعب، احنا عندنا شركات وعندنا في رقابه عليها، ولو حصل الكلام ده الشركه هي سمعه شركه اول عن اخر، والشركه هتتقفل وفيها قواضي لا مشكله كبيره. ما فيش، الموضوع مش بالسهوله اللي انتم متخيلينها. انا فاهم دماغكم، بس الموضوع مش بالسهوله اللي انتم متخيلينها.
هو لو عمل جبنه نباتي هيكتب على جبنه نباتي، لو عمل جبنه طبيعي هيكتب على جبنه طبيعي. ولو انت برضو مش مصدق، طب هقول لك انا، ما كان من الاول بدل ما ندخل في اللفه الطويله دي كان عمل الجبنه النباتي وكتب عليها جبنه طبيعي. ولكن هو ما ينفعش يعمل كده، هو الجبنه الطبيعي هيكتب عليها طبيعي والجبنه النباتي هيكتب عليها جبنه نباتي، عشان في رقابه. والموضوع مش عايزك تقلق منه، ما فيهوش غش، مش هينفع يغش في حاجه زي كده، دي مش هينفع يغش فيها. هتلاقيها واضحه وصريحه، مكتوب على العلبه من قدام لبن طبيعي 100% او جبنه طبيعي 100%، ولو قريت المكونات هتلاقي مكتوب عليها المكونات لبن فقط ومفيش اي سيره لكلمه زيت. النباتي مكتوبه نبات الدهن، جبنه نبات الدهن في الوش، لو قلبت المكونات هتلاقي مكتوب تتكون من زيت نخيل. بالنسبه للجبن المطبوخه او الجبن المثلثات، انا وقعت فيها يا جماعه، كنت بشتري نوع من انواع الجبنه لقيتهم منزلوا نوع تاني مثلثات نفس الاسم بس مكتوب عليها زبده اكتر. لما قريت المكونات والفرق في الفلوس اكتشفت ان النوع اللي كان موجود من الاول ده بيتكون من زيت نخيل او نبات الدهن، ولما حبوا يعملوا حاجه جديده او يعملوا حاجه طبيعيه 100% زودوا السعر وعملوها بشكل تاني ومكتوب مش مكتوب فيها ابدا كلمه نبات الدهن. الخلاصه اي حاجه اقروا المكونات اولا، ما تستسهلوش. قول لنا اسم، لا انا مش هقول اسم، انا الهدف من صفحتي ومن كل حاجه انك تتعود تقرا المكونات. لازم تبقى ثقافه قرايه المكونات دي موجوده عندك، لازم تقرا المكونات اول باول. اي منتج بتستهلكه اقرا المكونات. يا سيدي لو في حاجه مش فاهمها ابعت لي، انا موجود في اي حته، ابعت لي وقول لي دي يعني ايه ومعناها ايه وهل ليها اضرار ولا. اقرا المكونات، اي حاجه فيها كلمه نبات الدهن او زيت نخيل او زيت نواه النخيل ابعد عنها. حاول بقدر الامكان تاكل اكل صحي. الطعميه لو تقدر تقليها في البيت اقليها في البيت. يعني محدش هيخاف على صحتك اكتر من نفسك، محدش هيهتم بصحتك، فارجوك من فضلك اهتم بصحتك. يا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.